والبامية غنية كتير بالفوائد، وبتنطبخ بأكتر من طريقة مختلفة. في ناس بيحبوها بلحمة مفرومة، وفي ناس بيطبخوها بدجاج. أنا راح أطبخها بلحمة ناعمة، وهلأ بتشوفوا الطريقة. وأهم شي أنها كتير خفيفة على المعدة، ومع هيك غنية بالفوائد، مفيدة وبتشهي، وغنية بالفيتامينات. هون بعد ما جبنا البامية، جبنا سكينة وقلنا القمع بهاي الطريقة. بعد ما صارت جاهزة غسلناها بالمي كتير منيح، خليناها تصفى كمان منيح. هون جبنا كم حبة ثوم دقيناهم كتير منيح، وحطيت رشة ملح ورشة كزبرة على الثوم. هون جبت حبتين بندورة قشرتن وطحنتن على الهاند. هوني بعد ما اللحمة صارت جاهزة، اللحمة المفرومة استوت، حطيت الثوم والملح والكزبرة وحركتهم كتير منيح، وبعدها حطيت البامية وقليتها مع اللحمة والثوم والكزبرة. بعد ما استوت شوي وأخذت لون، بعدها جبت البندورة المطحونة وحطيتها. صحتين وألف عافية. هيك صارت جاهزة، جربوها واعطوني رأيكم. كتير كتير طلعت طيبة. مع السلامة.